السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. كما كتشوفوا هاد العصاره ديال القهوه خاصه بالكبسولات. اليوم ان شاء الله يا بي جبت لكم من جديد اللي زوين بزاف. اللي بغاها مرحبا الف مرحبا. بالنسبه للماكينه راه كاينه مازال وحده، ومازال السلعه غادي تدخل من هاد النوع ديال الكبسولات ديال العصاره القهوه الكبسولات. بالنسبه للكبسولات الناس اللي كتجيهم غاليه وما كيبغيوش يستعملوهم، دابا جبنا لكم الحل اللي زوين بزاف. كما كتشوفوا هاد اللعيبات هادو بحال الكبسولات، هما كيتباعوا ديال اينوكس خاويين، كيتباعوا خاويين وكتعمريهم بالقهوه اللي بغيتي. اي نوع د القهوه اللي كتشربي كيمكن لك تعمريهم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وكتمسحوهم بهاد الشيته اللي كتجي معاهم، وكتشدوهم بسهوله وصافي. كتعصروا القهوه ديالكم بكل سهوله. من بعد كتوليو تغسلوا هاد اللعيبه ديال الكبسوله وكتحتفظوا عليها المره اخرى، يعني كتبقى لكم دائما بلا ما تشريو القهوه ديال الكبسولات. يعني كتستعملي القهوه اللي بغيتي كتعصر لكم بشكل جيد جدا وبالصحه والراحه. كما كتشوفوا الا عجبتك القناه مرحبا والف مرحبا، ما تنسيش تشاركي معنا في القناه باش يوصل لك كل جديد. هنا جميع النصائح وجميع اي حاجه ديال البيع والشراء، واي حاجه بغيتو تبيعوها مرحبا والف مرحبا. ما عليكم الا اتصلوا علينا على الرقم على الواتساب، وما علينا حنا الا نديروا لكم اشهار. كما كتشوفوا هاد الكبسولات الصراحه اللي كديري فيهم اي نوع ديال القهوه ديالك صراحه زوينين بزاف، وشكرا جزيلا.